اي حد من جمهور النادي الاهلي يشوف اي حاجه تخص كابتن محمود الخطيب بشتيمه من قريب او من بعيد بيتدخل. انا بيعجبني جدا علاقتهم ببعض وان هم بيخافوا على رئيس النادي وان هم كتله واحده والاهلي فوق. انا بيعجبني، بحب اتفرج على الاهلاويه انا في الحاجات دي بقى، يعني بحس ان انا كده انا شايف مؤسسه ناجحه قدامي. بس انت قبل ما تدافع عن كابتن محمود الخطيب مش تفهم كابتن محمود الخطيب بيتشتم ليه؟ مش جاز غلطان يا اخي؟ يعني انا عايزك تحط نفسك مكان اللي بيشتمه. مش جاز كابتن محمود الخطيب غلطان وهو بيتشتم عشان كده؟ ده انا هقول لكم على حاجات النهارده، يعني انا ذات نفسي ما كنتش اتوقع ان انا اسمعها. يعني هقول لكم مثال. في يوم من الايام قعدت مع المستشار، او مش قعدت مع المستشار، كنا في قعده زي في جلسه كده وكان فيها المستشار، وسالت سؤال بريء. يعني انا سالت سؤال بريء بيخص كابتن محمود الخطيب: احنا ليه بنشتم الراجل ده؟ بس يعني هو ده السؤال. انا ليه او انت ليه بتشتم الراجل ده 24 ساعه عمال تقول له انت ساعات وحرامي ورولكس ومفيش كفيل راكبني، وعمال تشتم فيه؟ الراجل ده ما بيردش علينا، وعدم رده علينا ده في اهانه لينا. ان هو يعني اللي هو يعني مش مستعنيك، فانت بتشتمه ليه؟ قال لي انا بشتم الخطيب لعده اسباب. يعني هو بيشتم الخطيب لعده اسباب. اولهم تشتيته عن اداره النادي الاهلي. يعني بص الراجل تفكيره بيوصل لفين عشان اعرفك ان مفيش حاجه بتحصل يعني اونطه. كل واحد بيشتم وكل واحد بيعمل حاجه هو بيعملها الهدف، وانا هقول لك الهدف بتاع الهلا دلوقتي. المهم يا سياده المستشار، انت بتشتمه ليه؟ قال لك انا بشتمه لكذا سبب، منهم ان انا اشغله عن اداره النادي الاهلي، اخليه يخطئ في بعض ملفات. قلت له يا سيدي، يعني انت مثلا انت الراجل هيركز ان في حد بيشتمني فهيبقى متكعبل، ف يعني دماغه هيبقى فيها حاجات كتير فمش هيعرف ياخد قرارات صح في اداره النادي الاهلي، فاخطائه دي ممكن تتسبب يعني في هزائم النادي الاهلي، فنادي الزمالك يكسب وكده. ويعني قال لي هو بيعمل كده. طيب قول لي سبب تاني يا ريس. قال لي لو انا عايز اجيب صفقه وهو دخل معايا فيها، هطلع افضل اشتم فيه لحد اما هو يعرف ان هو بيتشتم بسبب كده فينسحب من الصفقه. يعني مثلا في لعيب فلان انا عايز، والله العظيم الكلام اللي انا بقول لكم ده اقسم بالله حصل منه على لسانه في قعده ومن ناس تبعه وحبايبه. هو الراجل يعني كان شايف ان اللي هو بيعمله ده صح، بيشتته وفي نفس الوقت بيشتمه، وفي نفس الوقت انا الاسد، انا الذكر، انا الشبح، انا كل حاجه. يعني هو الراجل بيضرب 5 6 عصافير بحجر واحد. انا بشتمه لان انا من وجهه نظري بشتته على اللي بيعمله. انا بخلي الراجل كابتن محمود الخطيب ده مش مركز في قراراته، فبالتالي قراراته هتبقى غلط، فبالتالي هيضر النادي الاهلي، فبالتالي نادي الزمالك مستفاد اللي هو النادي بتاعي، فبالتالي احنا يبقى فوق النادي الاهلي تحت. وطبعا ده ما بيحصلش. فيطلع واحد النهارده زي شلبوك كده بالباب للطاقه كده، يعني هو من الباب للطاقه كده هو بمزاجه